السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نشارك معكم أهم التغييرات والزيادات والتخفيضات في الضرائب اللي غتكون هذا العام ديال 2026 وأهم المستجدات اللي كتخص العقار. بلا ما نطولوا بزاف، بغيت هذا الفيديو يكون عامر معلومات مهمة، سجل عندك راه غتحتاجها في هذا العام ديال 2026. نبداو بالضريبة على القيمة المضافة TVA، اللي كتأثر عليك كمواطن، لأنك أنت المستهلك الأخير اللي كتستهلك واحد المنتوج اللي كتخلصها. فمثلا شي حوايج اللي كانوا ب 14% في 2023 و 16% في 2024 و 18% في 2025، ففي 2026 راها وصلت ل 20%. وحتى بعض الحوايج اللي كانوا ب 11% تدريجيا حتى وصلوا ل 20% في هذا العام ديال 2026. انا غادي نقول لكم هاد الحوايج اللي غادي تزاد فيهم هاد التيفيا بدايه من هاد العام هذا ديال 2026، وفي الاخر الفيديو غادي نهضروا على اهم التخفيضات المهمه اللي غادي تكون في الضريبه. يعني كل ما كنتي مستهلك هاد الضريبه راه كتكبر على حساب الاسعار. بالنسبه لضريبه الضوء اللي كتخلصها على اللي كتستهلك من الكهرباء، 2023 راه كانت 14%، 2024 ولات 16%، 2025 ولات 18%، ودابا 2026 راه غتولي 20%. وحتى الكرا اللي كتخلص على العداد ديال الكهرباء، هذيك المكانه ديال الضوء اللي عندك كتحسب لك شحال استهلكتي، راه داروا ليها حتى هي ضريبه. كانت 11% في 2024 و 15% في 2025، دابا راه غتولي في هذا 2026 20%. يعني كل ما استهلكتي اكثر راه غتخلص اكثر. ضريبه السكر اللي كتاثر على اسعار المواد السكريه كانت 7% في 2023 وارتفعت ل 8% في 2024 و9% في 2025، ودابا 2026 راها غتوصل ل 10%. بالنسبه للشركات، الحكومه بغات توحد الضريبه على الشركات تدريجيا باش يكون النظام ابسط. الشركات المتوسطه والصغيره جدا اللي كانوا كيخلصوا واحد النسب مختلفه حسب حجم الربح ديالهم، دابا غيخلصوا 20%. الشركات الكبيره اللي كتربح فوق من 100 مليون درهم سنويا غتولي 35%. مثلا الشركات اللي كانت كتربح اقل من 30 مليون كانت كتخلص 12%، دابا غتولي تخلص 20%. والشركات المتوسطه كانت كتخلص 28.5% في السابق، هبطوها ل 20%. بذلك غيكونوا جوج اصناف ديال الشركات فقط. الشركات الصغيره والمتوسطه غتخلص 20%، والشركات الكبيره غتخلص 35%. بالنسبه للضرائب على الاراضي العاريه في المجال الحضري، سواء كانت بقعه ارضيه او جزيئه خاويه، فقبل من 2025 ولتحت، يعني اقصى ما كان كيتخلص في السنوات اللي دازت هو 20 درهم. دابا في 2026 راها وصلت ل 30 درهم على حساب التجهيزات. المناطق اللي فيها تجهيزات اساسيه غتخلص ما بين 15 و 30 درهم، والمناطق المتوسطه ما بين 5 و 15 درهم، والمناطق الضعيفه او غير مجهزه راه غتخلص من نص درهم حتى ل2 درهم. وهنا كاين واحد القضيه، انه الا حسبوا لك وخرج لك المبلغ اقل من 200 درهم راه ما كيتحسبش، يعني كتعفى من ديك الضريبه. وهاد الضريبه كيف ما قلت راه كتحسب على حساب كل متر مربع، يعني كل ما كانت الارض كبيره راك غادي تخلص اكثر. الضريبه على النظافه والسكن، واللي غيكون عليها واحد التشديد وواحد الزيار في هاد 2026. الملفات اللي كانت عند الخزينه راه غتنقل للاداره العامه للضرائب باش تكون المراقبه احسن، واي تاخير او عدم دفع راه غتزاد عليه 2% ابتداء من شهر 7 يعني يوليوز 2026. عند شراء العقار، سواء ارض فلاحيه، بقعه ارضيه ولا فيلا ولا محل تجاري، راه خاصك تسجلو عند النوطير واداره الضرائب. وما خاصكش تخلص كاش، خاص الدفع يكون عن طريق شيك او تحويل بنكي، الفيرمو، الكلمه المعروفه عند اغلب الناس، يعني تحول الفلوس من حسابك للحساب ديالو او وسائل الكترونيه اخرى. واي تاخير في تسجيل العقد راه غتفرض عليك غرامات. والا خلصتي جزء كاش راه غتزاد عليك 2% فقط على الجزء المدفوع كاش. مثلا شريتي دار ب 60 مليون، 30 مليون عطيتيها ليه شيك ولا فيرمو، و30 الاخرى عطيتيها ليه كاش، هنا راه كتخلص ديك الزياده ديال 2% غير على 30 مليون الاخرى. بالنسبه لدعم السكن المستجد الاول، الا عندك ملك على الشياع اللي عنده ملك مشترك مع الورثه او شركاء اخرين، راه من قبل كان ما يقدرش يستافد من دعم السكن، لان الاسم ديالو كيطلع عنده ملك واخا مشترك. دابا لا، راه ممكن تستافد من الدعم واخا يكون عندك ملك على الشياع. المستجد الثاني، شريتي مثلا دار بدعم السكن وبغيتي تبيع قبل يعني ما تكمل ديك 5 سنين، قبل راه كان ممنوع عليك، دابا راه ممكن. اللي خاصك فقط هو ترجع الفلوس اللي استفدتي من الدوله، ديك 7 ولا 10 المليون اللي عطاوك، وكتولي حر في دارك، يعني دير بها اللي بغيتي، بيعها كريها وما عندك حتى شي مشكل معاها. وغيطبق كذلك الاعفاء الكلي المعاش التقاعد، الضريبه على المعاش ديال التقاعد، يعني المتقاعد ما غيبقاش يخلص الضريبه. الجديد كذلك التقاعد التكميلي ديال القطاع الخاص ابتداء من يناير 2026 غيتعفى من الضريبه.
واخيرا كيف ما اعلنت الحكومه، الحد الادنى للاجور راه غيتزاد 5% في القطاع الخاص والفلاحي. صافي الحد الادنى للاجور غيولي 3424 درهم، ومعفي كذلك من الضريبه. باختصار هذا العام 2026 الضرائب راه غتزيد على القيمه المضافه، على الضوء، على السكر، على الاراضي العاريه، وغتطبق تعديلات على ضريبه الشركات، تسجيل العقاري، دعم السكن، التقاعد والاجور. سجل هذه المعلومات عندك وبارطاجي الفيديو باش يوصل لكل الناس، والله يعاون الجميع.